اللحن، وهو في القاهره معروف زي ما هو في اسكندريه معروف، اسمه كبير قوي. اتفضل يا استاذ ابراهيم عبد الشكور. انا صاحب شارع باسمه. اولا الاستاذ اسماعيل الشيخه من الدكتور الاستاذ اسماعيل الشيخه. في حاجه يعني انا نزلت مجلس الشعب في سنه 76. كان الاستاذ الدكتور اسماعيل الشيخه تقريبا لسه في الجامعه، مش كده؟ سنه 76 نزلت انتخابات مجلس الشعب. هو عامل لي طائف الانتخاب تحرقها دي. فانا كنت مأمور اسم، كان في بقى الاصوات طبعا كان اللي يجيب مثلا 10,000 صوت ينجح في الوقت ده. لان نزلت في 76 انتخابات مجلس الشعب مستقل، لا حزب وطني ولا اي حاجه، لكن في حزب مصر اللي هو حزب الوطني اللي هو الاتحاد الاشتراكي. فرفضت الثلاثه، رفضت ده ورفضت ده ورفضت ده، ورشحوني على اني انزل على راس القائمه في حزب مصر، رفضت برضه. وبعدين بدأت اجمع بقى اسماء الناس المحبه لابراهيم عبد الشفيع من اللي يكون عنده 18 سنه، اعمل له تذكره انتخاب. يعني خدت موافقه من مأمور اسم الرمز، كان في الوقت ده اسمه اللواء وآل حمدي او كان عميد. يعني معجب بيا ان انا نازل انتخابات مستقل ووقف في ندوات وبهاجم الحكومه وكده يعني. فقلت له انا عايز اعمل اصوات انتخابات عشان خاطر المره الجايه اللي هنزل بقى. نزلت بعد كده برضه 79، نزلت في 76 و79 كانت حل المجلس ونزلت تاني. بقيت اعمل تذاكر الانتخابات. الشباب عنده 18 سنه، عندك كام سنه؟ 18، اكتب الاستماره دي فيها، الم معايا الاستمارات دي واروح بيها اسم الرن، اطلع تذاكر الانتخابات. عملت شرط انتخابات، شرط يعني عملت حوالي عن 30,000 صوت في قلب الرن. وانا بقى ام خالد الله يرحمها وانا قاعد بقى، كان اسماعيل بقى دخل الجزاعه بقى، وبقى اسماعيل الشيخه ويكتب اشعار ونسمع منه اغاني، وكان راجل وشخصيه حلوه، كان يعني كان دمه خفيف يعني ببلد. فكنت اقعد مع الاستاذ اسماعيل والاستاذ صابر وهو الطيب اسماعيل الشيخه من جواتي حقيقه بتاعت ربنا، يعني صرف النظر عن النجوميه وعن رئيس التلفزيون او الاذاعه، انما هو الراجل ده من جواه طيبه حقيقه يعني. فمخالف بتفتش بقى في تذاكر الانتخابات اللي انا عاملها، قالت لي الله اسماعيل الشيخه مش ده المذيع؟ قلت لها لا، اسماعيل الشيخه ايه ده؟ قلت له كان شباب صغيرين. قالت لي بس شوفها كده. قلت له وبعدين جيت لقيته قاعد كده. قلت له يا استاذ اسماعيل، قال لي ايوه. قلت له عملت ايه في انتخابتي؟ قال لي ايوه كل ايه؟ فانا بقى يعني بصراحه الاستاذ اسماعيل الشيخه انا سعيد بوجوده في الاذاعه او في التلفزيون او في اي مكان. هذا الرجل رجل له بصمه طيبه، وعايزين الطيبه دي تبقى عمليه ربانيه، زي الشكل حلو والشكل وحش، فده شكل حلو من جوه. اسماعيل الشيخه شكله حلو من جوه، وانا ما بعرفش اتكلم طبعا، انت عارف، وانا سعيد باليوم الجميل. وطبعا الاستاذ محمد ناصر من ضمن الناس، الدكتور محمد ناصر ده من ضمن الناس الطيبين. محمد خير محمد ونادر ده بقى نادر جاي البيت عشان لسه دخل الاذاعه، فجاي وقال لي انا كنا الظهر حكايه السمك المشوي بتاع ده، انا طبعا احب السمك المشوي الصغير ده يعني الخليل، يعني لو اكلته بالليل والظهر والعصر على طول اكل السمك ده. فالراجل كان صغير اسمه جابر، فجالي المهندس جابر فبعتته لي الاستاذ رجاء هرس، مش كده المدرس، فقال لي انا جاي بطرف الاستاذ رجاء هرس وانا زميل ابنها احمد وائل، ويعني عايزك تسمعني عشان تقدم لي الاذاعه. فسمحت النادر، لقيت صوته جميل، وقلت له ماشي يا نادر انا هقدمك. قال لي عايز يا جابر، قال لي عايز بس اغير اسم جابر الى نادر. قلت له لا انا افضل جابر. قلت له انا افضل جابر، وجابر زودوا حلو قوي اسم جابر زودوا، معلش انا افضل اسمك. فقال لي معلش انا عايز نادر، فلقيته متمسك بنادر فوافقت على انه يبقى اسم نادر. فرحت عملت غنوه اسمها شمس الفرحه عشان اجيب بنادر،
قعدت ادور عليه لغايه ما عرفت البيت، كان في الحضره تقريبا او في البروز، ورحت له فلقيت الاستاذ محمد ابو سماره كان يتفق معاه. ومحمد ابو سماره طبعا راجل الله يرحمه قديم عني، وراجل كان قبل ان ما اخش لجنه الاستماع هو كان في لجنه الاستماع. وانا كنت في الوقت ده مش في لجنه الاستماع، كان ابو سماره اللي في اللجنه. فقال لي معلش الحاجات دي ابو سماره اول ما قلت له ده نفسي انا اللي اقدمك. قال لي معلش، قلت له بس دي برضه من التاريخ، يعني انت اول واحد كان هيقدمك انا. ليه اسمها شمس الفرحه؟ لانها عبد الوهاب سيف بدل نابل، ولكن هي كانت معموله لنابل. بالنسبه للدكتور محمد نصر برضه كان في سحراتي تلحين محسن حمدي وتأليف الاستاذ دكتور محمد نصر. فوائل عبد المجيد الله يمسيه بالخير بقى كان عامل لي حوالي 10 حلقات. قال لي 10 حلقات دول هنديك فيهم 11,000 جنيه كورونا يعني. فماشي، انا قعدت اسمع الالحان، فلقيت الالحان مش معبر عليها الملحن مش هو ده، يعني مش هو ده اللي هحط نفسي عشان اخد فلوس. فدخلت للدكتور الاستاذ وائل، وكان واقف الدكتور محمد نصر، واثنين مدربين واقفين قالوا انت احنا نغنيهم، انت مرات وخش قلت له خش وقول له وائل قال لي يا عم بس كان مش عاجبك اللحن لحن فاكرين كلنا. قلت له لا احنا عرفت له معلش انا مش هغني دول قدام الاستاذ ناصر. في حين اللي كان المخرج كان يبقى سيلفي بنتي بيقولوا عليها سيلفي محسن شباب، يعني بنتي واخده اخوه ويقول لها سيلفي بنتي ماشي. قلت له معلش لا قلت الملحن لحن وحش لان كان رزق يعني ما صحش الوقت. قال له كده انا تعبان مش هعرف اغني. محمد نصر الدكتور محمد نصر زعل مني ازاي مش ازاي وغنيت اخيرا وبعدش نزل بقى الدكتور اسماعيل الشيخه. لا مش هعمل انت دايما بنطلب منك في الندوات انك تسمعنا حاجه لان عشاقك كثيرون وفنك يعني متجلي ومبالغ. خاطر عشاقك عايزين نسمع منك حاجه ولو قصيره. معلش النهارده يوم تاريخي اللي بيحصل ده تاريخ، يعني ابراهيم ملاح ونادر وابراهيم عبد الفتاح يوم واحد يسجلوا توقعات صوتيه وغنائهم تكريما للدكتور اسماعيل. ده نوع من التكريم العالي جدا. دي الفرصه الوحيده اللي احنا نسمعها النهارده يعني. ماشي اخيرا ماشي كام سنه يعني 21 سنه ما بدأتش لسه بجد ونقول ذكرى اسماعيل الشيخه يعني ماشي. بقول دخلت بستان زهور الزهر كلمني سألتني وردة سؤال مين اللي لوني. دخلت بستان زهور الزهر كلمني سألتني